يلا نعمل الدلكة السودانية اللي بتعملها البنات ليلة الدخلة عشان يبقى جسمك فلة شمعة منورة. في وعاء على النار هنحط كوباية كبيرة من الدقيق، ونحط عليها معلقة كبيرة من النشا، ونحط عليها معلقة كبيرة من حليب البودرة، ونقلبها لحد ما تتحمص ولونها يصفر. بعد كده نحط عليها 3 معالق من القهوة، ونحط عليها مية ونعجنها مع بعض كويس. بعد كده نحط عليها معلقة كبيرة من السكر، ونحط عليها شوية من زيت اللوز، سواء كان لوز حلو أو لوز مر، ونمزجهم مع بعض كويس. وكده اصبح معانا احلى دلكه سودانيه. الدلكه دي بتصنفر البشره بتاعتنا، وبتخلصنا من التصبغات، وبتخلصنا من الجلد الميت، وبتفتح البشره، وبتخلصنا كمان من جلد الوزه. العجينه دي هندهن بيها البشره من 20 دقيقه لنص ساعه، نفضل ندلك بيها البشره بتاعتنا في حركات دائريه لحد ما شبه تجف على البشره بتاعتنا. بعد نص ساعه نبتدي نحط على ايدينا شويه زيت كده، ونبتدي نتخلص من الدلكه. وبعد كده ناخد الشاور بتاعنا، دايما هنستعملها قبل الشاور. الكميه اللي بتتبقى عندنا ممكن نحتفظ بيها، نعملها كرات صغيره كده ونحطها في الفريزر لحد ما تجمد، ونحطها في علبه محكمه الغلق. وقبل كل شاور نجيب كورتين او 3 كرات ونحط عليهم شويه ميه لحد ما تبقى عجينه، ونستعملها على البشره بتاعتنا. دكتور عوض.